لو انت بتشوف الفيديو ده فانت عندك مشكله من المشاكل دي، انتفاخ او مغص او اسهال او امساك، والموضوع ممكن يبوظ يومك، وممكن تكون بتعاني من القولون العصبي، واللي للاسف بقى منتشر جدا عند ناس كتير بسبب نظام الاكل واللايف ستايل اللي احنا بنعيشه اللي هو بايظ اصلا. النهارده هقول لك ايه هي اعراض القولون وازاي بيحصل، والاهم ازاي تسيطر عليه، وده طبعا من غير ما تلجأ للادويه على طول. هات مشروبك المفضل وتعال نكمل الفيديو. اول حاجه لازم تفهمها ان القولون العصبي مش مرض عضوي، ولكنه اضطراب وظيفي. يعني ببساطه مفيش حاجه خطيره بتحصل جوه جسمك، بس مشكلته انه بيلخبط الدنيا وبيسبب اعراض رخمه جدا. والغريب ان العلم لحد دلوقتي مش عارف السبب الحقيقي للي بيحصل ده، لكن اللي نعرفه انه بيزيد مع حاجات معينه زي الاكل الغلط اللي هي الدهون والمقليات والاكل السبايسي والكافيين الكتير، وكمان التوتر والضغط العصبي، ودي اخطر حاجه عشان جهازك الهضمي مرتبط بمزاجك، فلو انت مضغوط بطنك هتقلب عليك. تالت حاجه قله شرب الميه، وده اللي بيخلي الهضم بطيء وبيضايق القولون جدا. ده غير بقى نمط حياه الكسلان اللي انت مفعله على طول وقاعد طول اليوم، اكل ومرعى وقله صنعه. قولونك هيطفحك عواقب افعالك، خلي بالك. عشان كده 90% من الناس عندهم مشاكل في القولون بس بنسب مختلفه. طب ايه الاعراض اللي تقول لك انك انت عندك قولون؟ بما انك انت وصلت لحد هنا تعال اقول لك الاعراض اللي تقول لك ان انت عندك قولون العصبي. القولون العصبي ليه اعراض مميزه، لو عندك اكتر من 3 منها يبقى انت كده خلاص وقعت. مغص وانتفاخ طول الوقت، هتحس ان بطنك مكلكعه، امساك او اسهال، وممكن الاثنين بالتبادل معاك. غازات كتير ممكن تخليك تقطع علاقتك بالناس من الاحراج، وخلي بالك ده ممكن يسبب لك مشاكل نفسيه ويخليك قاعد لوحدك وما تتواصلش مع الناس. حرقان والم بعد الاكل حتى لو انت اكلت حاجه خفيفه، احساس دايم بعدم الراحه في المعده كأن الاكل مش بيتهضم كويس. بس خد بالك الاعراض دي ممكن تروح وتيجي تاني، وده اللي بيخلي معظم الناس تتلخبط وتفتكر ان هي عندها مشكله تانية غير القولون العصبي. لكن في الاخر القولون العصبي بيقول لك ان هو مش مبسوط. طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ تعال اقول لك الحاجات اللي انت المفروض تبعد عنها او تقللها جدا، لان الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي بتعصب القولون جدا. اول حاجه القهوه والشاي بكميات كبيره. اتنين المقليات والوجبات السريعه، لان الاكل السبايسي والتوابل الكتير تعتبر شعله نار في الجهاز الهضمي. المشروبات الغازيه لانها بتسبب لك انتفاخ. كمان البقوليات عند بعض الناس كارثه. واخر حاجه الجلوتين اللي بيسبب لبعض الناس غازات، بس برضه مش لازم تبطلهم تماما، بس على الاقل راقب جسمك وشوف ايه اللي بيعمل لك مشاكل وامنعها. ومش لازم تمنعه مره واحده، ممكن تمنعه تدريجيا. نيجي بقى للنقطه اللي انت مستنيها ودي اخر حاجه، العلاج. ازاي تتحكم في القولون العصبي؟ التحكم في القولون العصبي مش محتاج ادويه طول الوقت زي ما انا ما قلت في اول الفيديو، لكن محتاج منك تغييرات بسيطه جدا في حياتك اليوميه، وخلي بالك هتفرق معاك قوي. اكل صحي ومتوازن، زود الخضار الفواكه والحبوب الكامله، واشرب ميه كتير جدا. اتنين خفف الكافيين والمشروبات الغازيه على قد ما تقدر، وزي ما قلت لك مش لازم تبطل بس قلل تدريجي. وخلي بالك ان المشروبات الغازيه دي فيها سكر كتير وهتساعد ان وزنك يزيد جامد. رقم 3 مارس رياضه لو حتى هتمشي نص ساعه في اليوم، وده لان الحركه بتساعد على تحسين الهضم وتقليل التوتر. افتكر ان انا قلت لك في الاول ان القولون مربوط بالضغط والتوتر. ومعلومه ليك، الدراسات اثبتت ان 150 دقيقه ممارسه الرياضه اسبوعيا بتقلل من مشاكل كتير ممكن تحصل لك في جسمك، حتى لو الرياضه دي المشي. رقم 4 جرب الزبادي واللبن الرايب لان هي مصادر طبيعيه للبروبيوتيك واللي بتحسن من صحه المعده. رقم 5 ابعد عن التوتر قدر الامكان، جرب اليوجا او القراءه او حتى النوم بشكل كافي، او حتى النوم اصلا ما فيهوش اختيارات، لازم تاخد القدر الكافي من النوم يوميا، لانه مش بس بيساعد القولون، ده بيساعد جسمك كله انه يشتغل بشكل كويس. بعد ما تطبق الحاجات دي كلها اللي انا قلت لك عليها انت هتحس بتحسن في القولون. بس لو لسه عندك المشاكل مستمره فانت لازم تزور دكتور جهاز هضمي عشان نتاكد ان مفيش حاجه تانية زي حساسيه اللاكتوز او مشاكل في المعده. لو عايز تعرف اكتر عن حساسيه الجلوتين او اللاكتوز اكتب لي في الكومنتات. السؤال ليك بقى، ايه اكتر حاجه بتحس انها بتتعب معدتك بعد الاكل؟ اكتب لي في الكومنتات وهحاول اساعدك. ما تنساش تعمل لايك وشير لان اكيد انت عندك حد بيعاني من القولون العصبي ومش عارف يعمل ايه. وبس كده، انا دكتور محمد يوسف، اخصائي تغذيه علاجيه، ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليك في اقرب وقت. اشوفكم الفيديو اللي جاي وخلي بالكم من صحتكم. سلام.